السلام عليكم. أنا أيمن محمد، وإن شاء الله النهاردة في فيديو جديد هنتكلم عن نقطة هي مهمة جدا في اختيار العقار بتاعي، اللي هو وأنا بشتري ليه أروح لوسيط عقاري وليه يكون معايا وسيط عقاري أو مستشار عقاري وأنا بشتري الوحدة بتاعتي، وليه ما أروحش للشركة مباشر. ايه الافضل فيهم؟ هل الافضل ان يكون فعلا معايا وسيط عقاري او مستشار عقاري، ولا الافضل ان انا اروح للشركة على طول؟ طبعا يعني من رأيي ان الافضل لازم يكون معاك وسيط عقاري او مستشار عقاري. ليه؟ لانه هيقدم لك مميزات كتير مش هتبقى موجودة عند سيلز المطور، لان سيلز المطور هو محكوم بمشروع معين، بالوحدات اللي جوه المشروع بتاعه عنده في الشركة بس. سيلز المطور مش هيبقى عنده الخبرة الكافية والمعلومات عن السوق كله، مش هيبقى عارف كل السوق العقاري وكل الشركات المنافسة، الشركات اللي في المناطق البعيدة عنه او اللي هو مشروعه مش موجود فيها. ونقطة اساسية ان سيلز المطور حتى لو المشروع التاني اللي انت جاي له بيه احسن شوية او افضل كسعر، افضل كموقع او اي حاجة عموما، مش هيقول لك روح اشتري في الشركة التانية. هيحاول بكل السبل انه يقنعك ان لا، مشروعه هو احسن، او ان لا تشتري معاه هو، طبعا ما تشتريش مع الشركة التانية. وده بيكون هدفه الاساسي، ان هو يخليك تشتري عنده في الشركة مهما كان بقى هل المشروع اللي هو موجود فيه ده احسن حاجة او لا. طبعا مع ان سيلز المطور في الغالب هتلاقي ان هو لو في نقط عيوب في المشروع هتلاقيه مداريها عليك، لو في نقط مشاكل قانونية، بعض السيلز مش كلهم، لو في مشاكل قانونية في الشركة مش هيعرفك، لو العقود فيها مشكلة مش هيجي يقول لك لا ده العقد عندنا فيه مشكلة فخلي بالك منها. لا، هو بيحاول ان هو خلاص انا عايز اتمم البيعة، فبيحاول اي عيوب او اي حاجة ممكن تبقى فيها ضرر حتى لو بسيط على العميل اللي بيشتري، بيحاول ان هو يتجنبها ويخليها ما تظهرش في العملية البيعية عشان الديل يتم. يعني بالمختصر هيبقى السيلز اللي جوه الشركة المطورة او الشركة المالكة هدفه الاساسي ان هو يظهر لك ان الشركه والمشروع بتوعي احسن حد، واحنا احسن ناس في كل حاجه، حتى لو في بعض العيوب او حتى لو في حد احسن منهم. عكس الوسيط العقاري. يعني الوسيط العقاري انا لو رحت واخترت مستشار عقاري او وسيط عقاري كويس وعنده خبرة، هاخد مميزات كتيرة جدا وانا بشتري، هتفيدني في استثماري بعد كده، هتفيدني ان انا اختار صح. ايه النقط اللي ممكن استفيدها لو انا اخترت وسيط عقاري كويس وعنده خبرة؟ اول حاجة هو عنده خبرة بالسوق كله، هيقدر يقول لك ايه اميز العروض فعلا، سواء في سعر، في نظام سداد، في موقع، في تصميم، سمعة الشركة. الكلام ده كله هو هيبقى عنده خبرة بيه وهيبقى عارف كل التفاصيل ديت. دي اول ميزة ممكن نلاقيها. الميزة التانية انه هيوفر عليك مجهود، بدل ما انت بقى ايه السوق فيه 10 شركات 20 شركة، فانت محتاج تكلم سيلز من كل شركة من دول، ومحتاج تجيب عروض وتقعد وتقارن، والسيلز ده يرد عليك وده يتأخر شوية. لا، هو وسيط عقاري واحد انت مختاره هيقدر يجيب لك اختيار واثنين وعشرة، ويقدر ان هو يجمع لك احسن العروض اللي موجودة في السوق كلها. ومش بس هيبقى بيجمع لك عروض ويبعتها لك وخلاص، الطبيعي ان هو يبقى بيقارن لك بينها. يعني انا لما بشتغل مع حد بقول له والله عندنا العرض رقم 1 و2 و3، اميزهم رقم 1 عشان كذا كذا. يعني لازم نعمل مقارنة برضو منطقية، ما يبقاش هو دوره ان هو بيجيب لي عروض ويبعتها لي وخلاص. لا، بيجيب لي العروض المميزة، بيجيب لي العروض اللي فعلا استثمار مضمون، ثم يبدأ بعد كده ان هو يقارن لي بينهم ويقول لي ايه احسن العروض دي. طبعا هنخش في ثالث ميزة، اللي هو المسوق العقاري هيبقى عنده قدرة احسن مني بكتير في التفاوض. يعني لما اجي مثلا وصلت لشركة عجبتني ووحدة عجبتني، بس عايز اتفاوض في السعر، عايز اتفاوض في نظام السداد، ان انا اخد خصم زيادة، ان انا اخد فترة اطول في السداد. طبيعي كل حد بيشتري بيبقى عايز ده. المستشار العقاري او المسوق العقاري اللي معاك لو عنده الخبره كويسه وعنده العلاقات جوه الشركات، هيقدر يسهل لك ده، هيقدر ان هو يتفاوض مع الشركه، هيقدر ان هو يكلمهم ويضغط عليهم، بحكم ان هو زي ما بنقول كده في السوق زيه زيهم، فاساليب الضغط بتاعته بتبقى احسن منك انت وانت بتشتري. ليه؟ لان انت في الاخر انت مشغول بحياتك، مشغول بشغلك بدنيتك، فحتى لو هتتفاوض مع الشركه هتفضى مره في اليوم نص ساعه تكلمهم، ساعه تكلمهم، قالوا لك لا خلاص هتزهق وممكن تكمل في الديل، وانت كان ممكن تاخد خصم احسن او ممكن تاخد نظام سداد احسن. فبالتالي هو بقى فاضيلك، يعني هو المسوق العقاري فاضي للحته دي. انت لو مشيت معاه في ديل واخترت الشركه والمشروع وقلت له انا عايز الخصم الفلاني، الطبيعي ان هو بيبقى طول اليوم بيتواصل مع الشركه، بيروح يقعد مع مدير المبيعات، يقعد مع الشركه ان هو يجيب لك خصم ازيد، ان هو يجيب لك وحده اميز، ان هو يجيب لك نظام سداد احسن، بيسعى ان هو يجيب لك ميزه، وبيبقى هو ده شغله الشاغل. عكس ما يبقى انت بتعمل
بتعمل ده لنفسك، فبالتالي بيبقى الموضوع ما فيهوش قوه الضغط وقوه التفاوض اللي موجوده عند المسوق العقاري. وبرضه بكرر لو هو عنده الخبره والعلاقات الكويسه. رابع ميزه هلاقيها لو انا بشتري عقار واخترت مسوق عقاري كويس، ان انا هيبقى همه مصلحتي انا. يعني الميزه في المسوق العقاري ان هو عنده كل المشاريع وعنده كل الشركات ويقدر يشتغل مع اي شركه، السوق مفتوح له. فبالتالي لو في شركه وحشه هو همه ان هو يكسبك انت مش يكسب الشركه. يعني ده شغلنا. انا دايما وانا شغال مع حد اقول له انا اللي يهمني مصلحتك انت وان انا اكسبك انت كعميل. لكن الشركه اللي هبيع معاها لو الشركه دي وحشه هحط عليها اكس واقول لك لا دي بلاش دي احسن منها. هقدر بدل الشركه في 100 شركه ممكن ان احنا نشتغل على المشاريع بتاعتهم. لكن العميل لا، انا كل عميل بيدخل لي هو يهمني ان انا اديله النصيحه الصح، يهمني ان انا ادله على احسن مشروع، يهمني ان هو لا بعد ما يشتري يقول لي احنا فعلا خدنا فرصه استثماريه كويسه. فبالتالي وجود المسوق العقاري انت مكسبه في الموضوع. الطبيعي ان انا عايزك انت توصل لاحسن ربح ممكن في استثمارك ده، عشان هي بتبقى علاقه دايما. اللي هو الطبيعي انت اشتريت مره ممكن تشتري تاني، حد قريبك عايز يشتري، صاحبك عايز يشتري. فلو انا اخترت لك صح وفعلا خليتك تبعد عن الشركات اللي ممكن تبقى وحشه، انا كسبتك وكسبت التعامل بقى اللي هيكمل بينا بعد كده. فهي دي ميزه اساسيه، ان انا في الاخر كمسوق عقاري انا مش همي ان انا ابيع لك اي ديل وخلاص، لا انا همي ان انا اكسبك انت كعميل. طبعا من المميزات الاساسيه جدا ان وجود مسوق عقاري في الموضوع، فالحته القانونيه بقى ان هتلاقي طبيعي احنا بيبقى عندنا خبره اعلى شويه في النقط القانونيه، في العقود، في تسلسل ملكيه الارض، ونسال عن الورق ده فين بالظبط، النقط اللي في العقد اللي ممكن تبقى فيها ضرر لينا او تبقى مش واضحه لنا شويه او مش عاملين حسابنا عليها. نقدر حته تحويل الفلوس وحسابات الشركه والكلام ده كله بيبقى مأمن لك العمليه البيعيه كلها من اول النقط القانونيه لغايه النقط الماليه. والمفروض لما ادفع فلوس بالطريقه الفلانيه اثبت ازاي ان انا دفعتها وايه الايصال اللي اخده كاثبات سداد والكلام ده كله. فدي بتبقى نقط لازم نبقى مهتمين بيها واحنا بنشتري، وطبيعي ان يبقى معانا حد فاهمها يقدر ان هو يدلنا عليها. النقطه السادسه تقريبا ان المسوق العقاري الميزه فيه ان هو هيحدد لك الاستثمار الانسب ليك. بمعنى ايه؟ ممكن يكون انا معايا رقم معين انا عايز اشتري بيه محل تجاري، لان الناس قالوا لي التجاري احسن حاجه. اروح لشركه فتقول لي تعالى اشتري تجاري دور ثالث في خلفي، اصل احنا عاملين فود كورت 100 متر. طبعا ده تجاري مش هتكسب منه، مش استثمار وما انصحش حد بيه. فبالتالي اي حد هتروح له هيقول لك تعالى عايز تجاري انا هجيب لك تجاري. لكن المسوق العقاري دوره ايه؟ دوره هنا ان انا اما يجي لي عميل معاه بادجت ما يجيبش تجاري مميز، اقول له لا والله احنا معانا بادجت مثلا 2 3 مليون، احنا لو وظفناه في الاداري هيكسبنا اكتر، لو وظفناه في المشروع ده الار اي بتاعه هيبقى افضل، لو حطينا المبلغ ده بالشكل الفلاني هنكسب في التوقيت الفلاني. فهنا دوري كمستشار عقاري او مسوق عقاري ان انا بحدد لك استثمارك الاحسن طبقا للبادجت بتاعك وطبقا لامكانياتك واللي انت ظروفك عايز ايه وايه اللي محتاجه. الاستثمار ده بقى سكني، اداري، تجاري، طبي، على حسب البادجت بتاعنا وعلى حسب المشاريع المميزه اللي موجوده في وقتها بنبدا ان احنا نحدد ده. طيب خلاص، لو انا هختار مستشار عقاري او مسوق عقاري يكون معايا في العمليه البيعيه بتاعتي ويحاول ان هو يختار لي بقى الوحده بتاعتي، ايه المواصفات اللي لازم تبقى موجوده فيه؟ اول حاجه يبقى عنده خبره كويسه بالسوق وعارف السوق والمنطقه والمدينه اللي انا بشتري فيها، يعني فاهم الدنيا ولامم المشاريع والمنطقه كويس جدا. تاني نقطة ان هو عارف القانونيات كويس، عارف يقدر يقرأ عقود، عارف تسلسل الملكية، النقط المستخبية جوه العقود يبقى هو على دراية بيها، لان دي نقط مهمة جدا جدا ولو ما اتعملتش صح ممكن تسبب لنا مشاكل في المستقبل. تالت نقطة يقدر يعمل لي حسبة الار اي ويقدر يعرفني انا الاستثمار اللي انا داخله ده هكسب منه كام وامتى وازاي، وفلوس اللي دفعتها ده امتى هترجع لي، وان يعمل لي الحسبة كلها يبقى عندي بلان ل4 5 سنين قدام انا عارف استثماري ده خطواته ماشية ازاي. رابع نقطة ان هو يبقى صبور معايا، يفهمني المميزات والعيوب في المشروع اللي هو مرشحه لي، يقول لي المنطقة دي كويسة عشان كذا، المنطقة دي وحشة بلاش عشان كذا، المشروع ده بلاش منه عشان النقطة الفلانية. يفهمني انا بشتري ليه ويفهمني هو ليه بيرشح لي المشروع او المنطقة دي. ما يبقاش هو دوره خد الاوفر ده حلو اشتري وخلاص، لا انا طبيعي انا دوري هنا معاك ان انا
اخترت لك المشروع اكس، لازم بقول لك المشروع ده انا مختاره لك عشان المميزات 1 2 3 4. فانت بتفهم الموضوع، اقتنعت بيه خلاص خير، ما اقتنعتش بنبدا نشوف البديل. لكن فكره ان هو خد الاوفر ده انا عارف انه حلو واشتريه وخلاص، لا ده طبعا مش صح. النقطه الخامسه ودي اهمهم، فكره ان هو يبقى عنده قدر كافي من الامانه، اللي هو انا عارف ان المعلومه اللي بيقولها لي دي هي فعلا معلومه صح، ما بيضللنيش في حاجه، مش مخبي عليا حاجه. وللاسف دي عشان تعرفها ما بتبان، يعني ما تقدرش تسال واحد تقول له انت امين وصادق ولا لا. دي بتبان في التعامل، بتبان من اسلوب الكلام، بتبان من المشاريع اللي بيبعتها لي. يعني انا لما ابعت لك مشروع اقول لك اصل موقعه مميز جدا، واجي تبص على المشروع تلاقيه على شارع جانبي، يبقى انا كده ما عنديش الامانه الكافيه. لكن لما ابعت لك مشروع اقول لك هو موقعه مش احسن حاجه بس سعره كويس، فخلاص انا قلت لك ان في عيب في المشروع ده، بس في مقابل العيب ده خدنا ميزه. فحته الامانه دي هي مهمه جدا عشان اقدر اعرف في المعلومه اللي بيقولها لي دي هي فعلا معلومه صادقه وابني عليها ولا لا. بس للاسف عشان اقدر اقيسها لازم اتعامل مع الشخص واشوف هو معلوماته اللي بيقولها لي فعلا معلومات صح ومعلومات موزونه، ولا هو بيقول لي مجرد كلام بيعي عشان اشتري وخلاص. طيب النقطه بقى اللي بتخلي اي حد بيبقى خايف يتعامل مع مسوق عقاري او مستشار عقاري، هما نقطتين تقريبا، اللي هو ممكن هل هو بياخد مني عموله، او هل احنا بناخد عموله من اي عميل بيشتغل معانا عشان نختار له الوحده بتاعته. طبعا ده لا، احنا اي حد بيشتغل معانا ما بنكلفوش حاجه وما بناخدش منه اي عموله خالص. هي الفكره كلها ان احنا بنختار له المشروع ويحجز ويتمم البيع عن طريقنا احنا في الشركه اللي اخترناها له. طب هل لو جيت لك انت عشان تشتري لي في شركه معينه، فساعتها هتبقى الاسعار اغلى من الشركه؟ يعني هل بسبب ان انا جاي معايا مسوق عقاري او معايا بروكر من بره او معايا مستشار عقاري فالشركه اللي عندها المشروع هتغلي عليا السعر؟ دي نقطة بتشغل ناس كتير قوي. لا، انت هتلاقي السعر اللي في الشركة المالكة لو انت رحت لهم مباشر هو نفس السعر ان انت لو رحت لهم ومعاك مسوق عقاري، هو نفس السعر لو رحت لهم بأي حد، لو رحت لوحدك هي هتلاقي الاسعار هي ثابته، اللي مع المسوق العقاري واللي عند الشركه المالكه، لان هو مش من مصلحه الشركه ان يحصل تضارب في الاسعار. والشركه المالكه بتبقى مهتمه جدا ان المسوقين العقاريين تحافظ على سمعتها معاهم، وان هي تحافظ على الشغل بينهم، لان طبيعي هو لو عمل فرق في الاسعار بين الاثنين، او لو قال والله الوحده لو جيت لي مباشر بمليون ولو جيت لي معاك مسوق عقاري هتبقى ب1,000,010، الناس هتبدأ ان هي توقف شغل معاها وهتخسر كتير سواء من العملاء او من المسوقين. فانت في الاخر انت لو رايح لوحدك او رايح معاك مسوق عقاري السعر هتلاقيه هو مش هتلاقي اي فرق في الاسعار. اتمنى اكون وضحت الفرق بين ان انا اروح للسيلز في الشركه المالكه مباشر او ان انا اروح معايا مسوق عقاري. وفي الاخر انت بتشتري عقار، ودي اهم واغلى سلعه موجوده تقريبا. عشان كده لازم تبقى مأمن نفسك كويس ومطمن من كل خطوه بتعملها، لازم تدرس الموضوع من كل الاتجاهات عشان تقدر توصل لقرار فعلا يكون قرار صح واختيار تقدر ان انت تكسب منه. اتمنى للجميع التوفيق في اختيارهم لعقارهم الجديد. ولو انت بتشتري في العاصمه الاداريه الجديده او التجمع الخامس كلمني وخليني معاك في اختيارك لعقارك الجديد، وان شاء الله هتلاقيني معاك خطوه بخطوه من اول اختيار نوع الاستثمار لغايه الاجراءات القانونيه والتعاقد والتفاوض في الاسعار وانظمه السداد.